بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. باشمهندس باسم هشام معاكم. النهاردة بإذن الله هنتكلم مع بعض على الادفانسد ميد تكنيكس اللي موجودة في السوليد وركس اسمبلي. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت على الاسمبلي تكنيكس اللي هتساعدك ان انت تسرع من عملية الميتس. النهاردة بإذن الله ممكن نتكلم شوية على فكرة الميت كوماند، لان الميت كوماند لو حضرتك دخلت عليها هتبص تلاقي ان فيها اكتر من تاب. التابس دي ممكن ناس كتير ما تكونش استعملت الميكانيكال ميتس او الادفانسد ميتس اللي موجوده هنا في التاب دي. فاحنا النهارده ان شاء الله هنحاول نتكلم اكتر على الميت كوماند ده، وهنعرف الميتس اللي موجوده جواها. طبعا احنا عرفنا خلاص الايكون دي بتاعت ايه، وعرفنا قبل كده احنا بنستخدمها ازاي، واستخدمناها وطبقناها قبل كده في مثال. الميت تايب اللي موجوده في الستاندرد ميت، طبعا الحاجات دي كلها اكيد معظم الناس استخدمتها، سواء كان كوينسيدنت، بارلل، تانجنت، كونسنتريك، كل الحاجات دي. طبعا دايمنشن ميت او انجل ميت، كل الحاجات دي اكيد انت وانت بتعمل الاسمبلي استخدمتها، ومعظم الاوقات احنا بنستخدم الستاندرد ميت. فدور النهارده ان شاء الله ان انا احاول اوصل لك كده ايه الحاجات اللي موجوده في الميكانيكال ميت والادفانسد ميت اللي ممكن تكون انت ما تعرضت لهاش قبل كده. نحاول ان احنا نراجع عليها بشكل سريع باذن الله مع بعض، بحيث ان انت تبقى عارف كده كل انواع الميتس اللي موجوده في البرنامج، وتقدر ان انت بعد كده تسرع عمليه الميتس وتسرع الشغل بتاعك ان شاء الله في الاسمبلي. طبعا الستاندرد ميت خلاص احنا مش هنتكلم عليها، مفيش اي مشكله فيها ان شاء الله ان احنا نتكلم عليها يعني. اللي هنتكلم عليه بقى دلوقتي هي فكره الميكانيكال ميت. لو حضرتك دخلت على الميكانيكال ميت هتبص تلاقي ان انت عندك الكام والسلوت والهنج والجير، يعني كل انواع الميكانيكال ميت. هنحاول النهارده في المثال ده نتكلم على معظم انواع الميتس دي، بس طبعا من اكتر الحاجات اللي انا عايز اركز عليها دلوقتي هي فكره الجير ميت. طبعا الجير ميت هو في الغالب بيتكلم على يكون عندك بوليز زي اللي حضرتك شايفهم دول. فتعالوا مثلا نجرب الجير ميت يا باشمهندسين. لو انت اخترت الجير ميت هتيجي على الايدج الاولانيه بتاعه البولي الاولاني، تمام، وتعلم على الايدج التانية بتاعت البولي التاني. اوتوماتيك على طول هو هياخد الدايمتر، هيعمل منه الريشيو بتاعت الجير. تمام، يبقى هو اوتوماتيك اول ما انت بتعلم على الايدج بتاعت السيركولار فيس، هو اوتوماتيك بياخد ان الدايمتر ده هو الريشيو بتاعت الجير. تمام، وبالتالي لو انت مثلا على الوضع ده يا باشمهندس جيت حركت البولي ده كده، هتلاقي اوتوماتيك ان الجير التاني بيتحرك اوتوماتيك. تمام، طبعا الريشيو اللي بيتحرك بيها مبنية على الدايمتر. حلو كده. طبعا لو انت حابب ان انت تخلي الموفمنت تكون العكس، كل اللي حضرتك هتعمله ان انت تدوس ريفرس، عشان لما تيجي تعمل موف للموضوع ده كده يبقى ايه ريفرسال. عايز ترجعه تاني هتيجي تعمل ان تشيك كده على الريفرس عشان يبدأ يتحرك معاك مع بعضه بالشكل ده. طيب، ده كده فكرة الجير ميت. طيب، مشكلة الجير ميت الأساسية يا باشمهندسين إن أنت الجير ميت بتقدر تختار تو جيرز فقط أو تو بوليس فقط زي ما حضرتك شايف كده. أنا عايز بقى ألفت نظرك لحاجة تانية ممكن تستخدمها بعد كده لو أنت عايز تضيف ميت ما بين اكتر من جير، او ما بين اكتر من بولي في الوضع الحالي او في المثال الحالي زي اللي حضرتك شايفه ده. نعمل الكلام ده ازاي؟ الكلام ده يا باشمهندسين بيتعمل بفيتشر مخصوصة في الاسمبلي اسمها البيلت اند تشين. يعني تقدر في الاسمبلي فيتشر تختار بيلت اند تشين عشان تقدر تعمل ميت متعرف باكتر من بولي او اكتر من جير، مش اتنين بس. تمام، الكلام ده نعمله ازاي؟ هنيجي اول حاجه يا باشمهندسين ان احنا نختار الاسمبلي فيتشر ونختار بيلت اند تشين. في الوضع الحالي خلينا نختار الايدج الاولانيه زي ما احنا كنا متعودين نختار قبل كده في الميتس، الجير ميت، ونختار الايدج التانيه، ونختار الايدج التالتة زي ما حضرتك شايف كده. يبقى احنا قدرنا يا باشمهندسين ان احنا نختار اكتر من ايدج. المشكلة دي ما كانتش الحل ده قصدي ما كانش متوفر قبل كده في الميكانيكال ميتس اللي هو الجير ميت. وتقدر كمان ان انت تعمل الرينج للاوردر. يعني مثلا اول حاجة زي ما حضرتك شايف كده الايدج واحد، وبعد كده الفيس، وبعد كده الايدج التانية. تمام،
هو طبعا ده المفروض يبقى ايدج، انا ليه مختار فيس؟ فتعالى نعمل انسلكت كده، وتعالى نتاكد ان احنا مختارين الايدج بالشكل ده. طيب احنا كده بقى عندنا الاوردر مظبوط. انا عايز الايدج الاولانيه اللي هي الكبيره 350، بعد كده ال 60، بعد كده الايدج الثالثه اللي هي ال 250. تمام. تقدر بعد كده يا باشمهندس ان انت تختار اذا كنت عايز الفيلد البيلت سايد يكون لبره ولا يكون لجوه. يعني مثلا في الوضع ده هو موجود لبره، تقدر ان انت تعمل له، تيجي على الايدج التانية، لان احنا طبعا عايزين نخلي البيلت يجي من جوه عند البولي التاني. فاحنا هنيجي هنا نعلم على الايدج التانية ونختار الفليب اوبشن عشان يعمله بالشكل ده. تقدر كمان تتحكم في البيلت لينس لو انت عايز تعمل الموفمنت ما بين الجير دي ببيلت معينه وليها لينس معينه. كل اللي حضرتك هتعمله ان انت هتيجي تقول له البيلت لينس انا عايزه درايفنج، وعايز البيلت لينس ده يكون 2000 مش 2100. لاحظ معايا ايه اللي هيحصل. المبدأ ادوس على الاوبشنز اللي انا عايزها. طبعا انا عايز البيلت لينس ب 2000 وعايز استخدم بيلت سيكنس. لاحظت ان حصل الى حد ما، حصل يعني الكومبوننت قربت من بعض بشكل معين عشان توافق طبعا ال 2000 ال 2000 مللي اللي احنا اخترناهم. البيلت سيكنس انا عايزه مثلا 15. خلينا نختار مثلا البيلت سيكنس ب 15، ونيجي على الوضع ده بقى يا باشمهندسين وندوس اوكي. وتعالوا نشوف ايه اللي حصل معانا. لما نيجي نحرك كده هتبص تلاقي ان البلت بيتحرك، والتلاتة يعني عشان البولي الاولانية بتتحرك هتلاقي البلت كله بيتحرك بالشكل ده، وبقى ظاهر عندك ان هو كاسمبلي فيتشر. والعرض بتاعه 2000 زي ما حضرتك قصدي اللينس بتاعه بقى 2000 مللي زي ما حددنا الطول بتاعه في البداية. فده برضو حاجة بتوضح لك الفرق ما بين ان انت تعمل ميت كميكانيكال ميت، جير ميت، وكأنك تعمل الاسمبلي فيتشر البيلت اند تشين. من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن نستخدمها هي فكرة الميت، وندخل على الميكانيكال ميت. فكرة السلوت ميت. السلوت ميت ده طبعا انت السلوت الوحيد اللي موجود عندنا هو السلوت ده كفيتشر. بتختار بس التو فيسز فهو اوتوماتيك بيعمل سلوت ميت. وعندك طبعا ان انت تخليه فري ولا سنتر ان سلوت. فانا هخليه فري وادوس اوكي عشان يبقى عندنا بالشكل ده. زي ما حضرتك شايف السلوت ميت هو بيتحرك في حدود السلوت. تمام. ده من ضمن برضو الحاجات اللي كانت موجودة في الميكانيكال ميت. عندنا برضو من ضمن الحاجات اللي موجودة في الميكانيكال ميت هي الكام. فبرضو الكام انت حضرتك بتختار الكام باس. الكام باس بتاعنا هو الفيس ده، والكام فولور هو الفيس اللي حضرتك شايفه ده. فده كده الكام. طبعا هنعمل اوكي على الوضع ده، وتعالوا نعمل روتيت. هتلاحظ ان التو فيسز بيمشوا على بعض. الكام لو انت ملاحظ الكام اللي ورا، انا بتكلم على الكام ميت اللي احنا لسه عاملينه، بيمشي على الكام بالشكل ده عن طريق برضو ان احنا بنسلكت التو فيسز. دي كده معظم الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم عليها في الميكانيكال ميتس. لان الراك والبونيون ده ممكن نعمله في فيديو لوحده ان شاء الله. خليني اكنسل كده البارت ده وافتح لك نتكلم شوية على واحدة من الادفانسد ميت. الحاجة اللي أنا كنت عايز أتكلم عليها في الأدفانسد ميت يا باشمهندسين هي البروفايل سنتر. البروفايل سنتر برضو واحدة من ضمن الميتس الجميلة جدا. أنت لو عايز تسنتر مثلا الفيس ده على طول، عايز تسنتره في المستطيل، كل اللي حضرتك بتعمله إن أنت بتعلم على الفيس الأولاني وتعلم على الفيس التاني، أوتوماتيك هيعمل له بروفايل سنتر بدون ما تعمل ميتس كتير عشان توصل لنفس الريزلت. تمام. هتعمل اوكي على الوضع ده. لو انت طبعا عايز تستخدمها تاني ممكن تختار الفيس ده والفيس ده عشان تعمل بروفايل سنتر. وزي ما قلت لحضرتك تحاول الى حد ما ان انت تسهل على نفسك الميتس اللي انت بتضيفها عشان الموضوع يبقى اسرع معاك وانت بتضيف الميتس ان شاء الله. دي كل حاجة كنت عايز اقولها النهاردة في موضوع الادفانسد ميت والميكانيكال ميت. فاضل حاجة واحدة بس هي فكرة الراك والبونيون. ان شاء الله دي هنتكلم عليها في فيديو لوحده. اشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام عليكم.